الحقيقة في فجوة زمنية حاصلة ما بين أجيال الأبناء زمان اللي هم بقوا آباء دلوقتي وأجيال الأبناء ومتطلباتهم النهاردة. يعني الأب يا عيني مع دخلة المدارس بتلاقيه دايما شعره منعكش كده، وشه مخطوف، وشه أصفر من الخضة، مش على بعضه، دايما 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 هيمان كده، تحسه في ملكوت تاني، عنده صدمة عجيبة جدا، عمال جواه هو احنا مالنا وايه اللي جرالنا وليه كده؟ احنا ليه وصلنا كده؟ ليه لانش بوكس ب1000 جنيه ولانش باك ب700؟ وليه ايه لانش باك اصلا؟ كيس البلاستيك الشفاف، واحد جبنه رومي. خلي بالك من ده برضه، الاحلام زمان ابسط بكتير. يعني الكيس البلاستيك شفاف ده جبنه رومي وجبنه اسطنبولي بالخيار، وماما كانت توصي ابنها وصيتين، يقول له لو واحد فيهم ما اتاكلش تتعلم، ما ترجعش بسندوتشات، ارجع بالكيس، مش مهم السندوتشات، ارجع بالكيس، اهم حاجه الكيس. كان ممكن كيس واحد بشيلن، كان بشيلن ده اللي هو 5 قروش. 5 قروش دول اللي هم 5% من الجنيه، يقعد السيزون كله مع الطفل. يعني في ناس اعرفها اسعار اللانش بوكس اللي هو واللانش باج وبتاع، قرروا مثلا يفطروا عيال بس قبل ما ينزلوا، يقول لك ايه، افطروا، ياكلوهم فول وطعميه وبتنجان وبتاع، يقعدوا معاهم لغايه لما الترم يخلص. يعني اللي هو احنا مش عايزين حاجه تاني من الدنيا، احنا تمام قوي. اللي هو لانش بوكس ب1000 جنيه ليه؟ لا بجد ليه؟ يقول لك اصله صحي. صحي يا ولد؟ يعني بيحفظ صحة الطفل وجلتنا انا يعني يعني يموتني انا عشان صحي. وبعدين لانش بوكس ب1000 جنيه محطوط جوه لانش باج ب700 جنيه، هنحط جواه اكل شكله ايه؟ اكيد مش جبنه رومي، يعني لازم بقى ناجتس ونوتيلا وناتس. الحاجات دي كنا بناكلها في المواسم، اول يوم العيد ده لو جالك ضيوف في فرح مثلا بتاع، لو حد نجح في عيله دخل طب. انما كل يوم احط العيال الحاجات دي، لا، ولانش باك حراري عشان يحفظ تذاقة الاكل. ده احنا كانت الحلاوه بتسيح على المربى، يعني احنا كان سندوتش الحلاوه منه على المربى كده سايح في بعضه، تفهمش، على البيض على البسطرمه بتاع اول امبارح كله جوه كيس البلاستيك، كنا يترج كده ووصلت على طول، اظرفها ببقه على طول، ما بتفكرش. كان بيعمل فليفر كده، والاهم كان بيعمل مناعه. فمكبرين الموضوع ليه؟ يعني العيال راح تتعلم ايه الهدف من ايه الغايه؟ يعني بقينا بنهتم بكل حاجه، والتعليم نفسه مش مهم. يعني تمام، يعني مهم بس اللانش بوكس واللانش باج والترتر والمرتر والسبلاي ليست يا جماعه بقى، يا جماعه بقى بجد بقى، ايه بقى؟ قال لك انا كنت عايش على بسكوت المدرسه. والله بسكوت التغذيه ده كانوا بيوزعوا علينا بسكوت في المدرسه، كان ببلاش وكان مدعم والدنيا كانت حلوه ومية مية.